اهلا بيكم في كلام الهام. لو انت الطرف في العلاقة اللي دايما تقبل مواقف مفروض ان انت ما تقبلهاش، ودايما تعدي حاجات وتقول عليها حاضر في الوقت اللي انت مفروض تقول فيه لأ، امتى بقى تفرق اذا كانت العلاقة دي صحية ولا غير صحية؟ انا هقول لكم ازاي. لو انتوا بتقولوا على مواقف معينة مفروض تقولوا فيها لأ، ده بدافع الحب وبدافع ان انت شخص طيب وعاوز تخدم اللي قدامك، او ان الشخص اللي قدامك ده عزيز عليك قوي بحيث ان انت مش قادر ترفض له طلب، وده عن طيب خاطر وعن طيب نفس، يبقى العلاقة دي علاقة صحية مفيهاش اي مشكلة. لكن لو انت في العلاقة دي بتقول ايوه ودايما بتقبل مواقف مفروض ترفضها علشان بس تتحاشى مواقف تانية اصعب ورد فعل ممكن يكون اعنف من ان انت تقول لا، فبتضطر تقول حاضر عشان بس تمشي الدنيا وعشان تريح دماغك وعشان الدنيا تمشي وعشان يبقى فيه هدوء كده في العلاقة. تأكدوا تماما ان دي علاقة سامة، لان هنا التضحية دي ما بتكونش عن طيب خاطر، لا، دي بتكون تحت ضغط رهيب نفسي. انت بتحاول ان انت بس تكمل العلاقة دي بأي شكل من الاشكال، حتى ولو هاجي على نفسي بس عايزة اكمل العلاقة دي ومش عاوز اخسر الطرف اللي قدامي، فبوافق على حاجات مفروض ان انا ارفضها. وبعد ما اوافق ببقى مش راضية عن نفسي وحاسة ان في حاجة غلط، وكان مفروض ان انا اخد موقف اكتر من كده كتير. لو ده كان احساسنا يبقى العلاقة دي سامة، علاقة لازم تنتهي. مش مفروض ان احنا نضحي قوي كده على شخص دايما بيستغل النقطة دي، ودايما حاططني تحت ضغط، ودايما بيحط احتياجاته واللي هو عاوزه في الاول، وانا بقى تحت مفيش مشكلة خالص، ليا طلبات ماليش، هو ما عندوش مشكلة خالص ان هو يعدي النقطة دي بحيث ان كل احتياجاته هو مجابة. زي ما قلت دي علاقة سامة، والخروج من العلاقة دي بيبقى دايما مكسب، عمره ما بيبقى خسارة.